دينا. فكروا دايما ولا لحظه ان انتوا تكونوا ناس ايجابيين يعني. التدخين ليه تأثير سلبي جدا على الإنجاب. كفاية تخريب، كفاية دمار، كفاية تدخين واستهتار. صديق السوء فعلا زي الشيطان هيدمرك. لو تعرفوا كام من المليارات بتتصرف في السنة الواحدة مش هيبقى في حد فقير أبدا في مصر. حب نفسك، حب أسرتك، وخاف عليهم وبطل تدخين. لا ضرر ولا ضرار. التدخين مش ضار ليك بس، ضار بين حواليك. بطل تدخين. التدخين من الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة. فكر قبل ما تدخن في كل حاجة. تعالى معايا من حق. طيب يا احمد خد وشك كده. احمد كده تهنئة للناس اللي أقلعت عن التدخين وطلعت رجالة بجد وخدت موقف وقالت لأ للسيجارة. فكلمة تهنئة كده بسرعة. ايه ده؟ ايه المفاجآت؟ هقول لهم هو رجالة بس مفيش ولا في طيب. اولا الحفله الصغيره اللي احنا عاملينها دي النهارده علشان اللي اقلعوا عن التدخين. كل الناس النهارده اللي جم شرفونا يعني اخدوا من وقتهم ومن شغلهم علشان يجوا يكرموهم معانا، فما بالك بتكريم الرحمن الرحيم. اكيد في حفله كبيره جدا معموله في السماء دلوقتي عشانك وعشانك. هنيئا لكم والف مبروك على حفله السماء، وكونوا من السابقات والسابقين باذن الله. خلينا للاخر عشان شهادتي مجروحه انا بالذات. هو ما بيعرفش 1 2 3 لا 3 2 1. تعمل معجون ايه؟ ما بستعملش معجون، ما بشربش سجاير، بس دي اهم حاجه. بنقول لهم طبعا مبروك عليكم صحتكم، وزي ما احنا قلنا هم دلوقتي هيحسوا بالفرق اللي كان بيتكلم عليه اخونا حسام من شويه طبعا بتاع الصحه. بقيت مثل الادمان دلوقتي. لا هو مش ادمان، هو احنا ما بنقولش عليه ادمان، هنعتبره بس عيب في يعني عيب من العيوب اللي الواحد بيبقى فيها في الاول كده، واخدها عافيه كده وعاده كده وخلاص، وربنا يسهل بقيه الناس ان شاء الله ويبطلوها يعني.